ثمة مسألة يناقشها العلماء: هل كان هناك ذنب حتى يقول الله لنبيه واستغفره؟ فبعضهم يقول لا ذنب البتة، وهذا حق، وإنما ربما وقع منه صلى الله عليه وسلم خلاف الأولى، كإذنه للمنافقين: عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين، عبس وتولى أن جاءه الأعمى، وما في حاليهما مما يشابههما وليس بكثير. فهذا يقبل أن يقال في حقه خلاف الأولى، لكن لابد من العلم أن التوبة والاستغفار ذكرت حتى في الأنبياء قبله صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل عن نبيه آدم: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. وقال الله عز وجل عن نبيه إبراهيم: وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وقال الله عز وجل عن نبيه نوح: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. فهذا كله، هذا الدعاء كله من خليل الله إبراهيم ومن نوح ومن آدم قبلهما، كل ذلك يدل على أن التوبة والاستغفار كانت سنة ماضية في الأنبياء، يريد الله عز وجل أن يرفع بها درجاتهم ويعلي الله عز وجل بها مقامهم ويدنيهم جل وعلا منه، فهم أعلى الخلق منازل وأكرم الخلق طاعة وأعظمهم وسيلة عند الله، صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. بعد